في براندات مش بتزعق ومش بتجري ورا الترند ومش بتعمل كمان اوفر كل يوم، بس اول ما المنتج ده بيدخل السوق تحس ان السوق كله عارفه. طب ليه بقى؟ لان البراند الحقيقي مش بيحاول يثبت وجوده اصلا، هو اصلا مش بيتكلم عن نفسه كتير، هو اصلا عارف هو بيتكلم مين، بيكلمهم بطريقتهم هم. في ناس فاكره ان القوه في الشكل او في كميه الاعلانات اللي بيعملوها او في النويز اللي بيحصل او الدوشه اللي بيعملوها او الترند نفسه، بس الحقيقه بقى العكس تماما. اقوى براند في السوق هو اللي ملوش داعي انه يقعد يشرح نفسه، لان طبعا رسالته بتبقى واضحه جدا للجمهور، وصوته كمان بيكون ثابت، وشخصيته كمان بتكون واحده، مش كل يوم شكل جديد. لكن بقى اللي بيحصل عند اغلب البراندات بيحاول انه يبقى شبه الكل عشان ينجح، نسخه مش واضحه لاي حد. والمؤلم بقى كمان لما بتقلد براند يكون قوي مش بتبقى شبهه، بتبقى اضعف منه بكتير، لان البراند القوي مش بس شكل، ده قرار بيفضل ثابت حتى لو السوق بيتغير. عشان كده بعض البراندات مش هي اعلى صوت، بس هي بتاثر اكتر. في براندات انت بتشتري منها من غير ما تفكر، لكن السؤال بقى الحقيقي اللي بجد مش ايه اللي بتبيعه، لكن السؤال اللي يوجع شويه: هل الناس فاهمه انت اصلا مين، ولا هي شايفاك كده واحد من المنافسين وخلاص؟